الطفل ولد مش بنت. اصل البنت عمرها ما توحش امها، هما الولاد كده اللي دايما عاملين مشاكل، اما البنات دول سكر نبات. فهل الاشاعه دي صحيحه؟ الواد بيوحش امه معروفه، فاكيد البقعه البني اللي ظهرت من اول الحمل دي دليل على انك حامل في ولد. دي امي وحماتي مأكدين لي. على مدار السنين طلعت اشاعه ان اول ما تلاقي الحامل حاصل لها تغييرات في جلدها بشكل معين يبقى ده دليل على نوع الطفل اللي هي حامل فيه. ومن ضمن الاشاعات دي هي علاقه حدوث كلف الحمل بولاده الطفل ولد مش بنت. اصل البنت عمرها ما توحش امها، هما الولاد كده اللي دايما عاملين مشاكل، اما البنات دول سكر نبات. فهل الاشاعه دي صحيحه؟ مع احترامنا الشديد طبعا لراي الامهات والحموات، بس اللي حصل في جلدك من بقعه بني دي اللي هي كلف الحمل او قناع الحمل، احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في فيديو على البيج هتلاقيه. هو شويه تغييرات في الهرمونات ممكن تحصل وتبان عند بعض الحوامل، وفي حوامل تانية مش بيحصل لهم ده، فكده السبب هو الهرمونات. فهل بقى نسبة الهرمونات بتتغير في الحمل من ولد أو بنت؟ العلماء اكتشفوا إن الهرمونات بتتغير في حالة الحمل بولد أو بنت بنفس المقدار، يعني مفيش أي إشارة بتكون دليل على نوع المولود. كل الإشاعات اللي بتطلع دي ما هي إلا اجتهادات وصدف مش أكتر، والحل الوحيد عشان تعرفي أنت حامل في ولد ولا بنت هي السونار. عشان كده أقدر أقولك وبكل ثقة إنهم خدعوكي فقالوا إن كلف الحمل ليه علاقة بالحمل بولد، فما تسمعيش لحد وافرحي بحملك أيا كان نوعه.